سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذني الله وإياكم من الضلال وأهلها. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام. اليوم في درسنا هذا نتكلم على النكاح، على عقد النكاح أو النكاح وآثاره في المجتمعات. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآية التي أخبرنا الله عز وجل أن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي الزوجة، أي المرأة التي تونسك، لتسكنوا إليها، أي تسكن أنت إليها وتسكن هي إليك، وجعل بينكم مودة ورحمة، وليس عذاب وليس انتقام وليس مشاكل، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج مودة ورحمة، وهو القول الحق الذي إذا قال لشيء كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى جعل الزواج مودة ورحمة، ولم يجعله شقاء وعناء، وإنما يكون شقاء وعناء على الذين لا يتبعون سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، ولا يتبعون ما أمر الله به. واخترنا هذا الموضوع لأهميته وجهل الكثير من الناس بالكثير من أحكامه بما يتصل به من المشاكل الاجتماعية التي يتمنى كل مخلص وناصح بدينه وقوته أن يوفر أو أن ييسر حلها. فإن المشاكل أيها الإخوة الكرام تنطلق شيئا فشيئا في البيت، في الأسرة تنطلق شيئا فشيئا، لأن الزوجة التي تتزوج من أجل الزواج، أو الزوج الذي تزوج أنه يتزوج من أجل الزواج، إما أن يكون أن يقضي وطرها فقط أو تقضي هي وطرها فقط، وإنما الذي أفرح به إخواني أن يتزوجوا لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء. يعني تتزوج بنية أنك تعصم نفسك من الآثام، وأن تكون أسرة على منهج الله ورسوله. وفي نيتك، يعني النية بتاعك، تعزم بأن تكون هذه النية لله سبحانه وتعالى، باتقائك كذلك الفواحش والزنا وغيرها من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإن المشاكل كلها طرقت وألقيت الأضواء عليها، لكن تشير حلها سهلا إذا تناساها الناس وأغمضوا عينهم، بقيت كما هي وزادت غموضا وإشكالا. يعني
الإنسان إذا تزوج فإن لم يكن تزوج بهذه الطريقة عن يمين الله سبحانه وتعالى فإن المشاكل تزداد عنده والذي أنصح به الذي يريد الإقدام على الزواج أنه يتعرف بالذين سبقوه إلى هذا الزواج من الحكماء، مش كل الناس اللي يعرفوا الحكماء هم أكبر منهم سنا يعني تزوجوا قبله فإنه يتكلم معهم ويجلس معهم حتى يأخذ منهم العبرة ويأخذ منهم الحكم إن كانوا هم حكماء. أما الذين لم يكونوا حكماء فلا تسمع إليهم فإنهم ربما يعني يضلونك الطريق. والعزلة التي كانت بين الشباب والشيوخ في هذا المجال التي أصبح الشباب فيها حيرانا لا يهتدي سبيلا، تجد الشيخ أو الأب لا ينصح ابنه وإنما يتصل بالأمة لكي تخبره عن الزواج وتجده حياء، فهذا أمر أحله الله سبحانه وتعالى. أيها الأب خذ بيد ابنك الشاب وعلمه ما تعلمته أنت من الحياة وقل له هذا هو طريقك ليحس أنك أنت الذي تعتني، لا يأتي بخبرات من ناس آخرين، وإنما أنت الأب أخذت الخبرة أو أخذت التجربة في هذا الزواج فقدم له الزواج، وكذلك قل له تزوج ممن تحب. الذي كذلك أنصح به أنك أيها الشاب تزوج ممن تحب. إن كنت الحب ليس جسديا فقط، وإنما الحب في أفعالها وفي خلقتها وخلقها وفي خلقتها وفي خلقها. يعني المرأة إذا أردت أن تتزوجها على خلقها وعلى خلقتها، لا تتزوج مرأة فقط على جمالها وخلقتها فقط، فإن ذلك ربما يكون لك في المستقبل يعني معوقا أن تلقى السعادة في هذا البيت. فالذي أنصح به إخواني الشباب أن يتزوجوا بحب، لأن الحب هذا جعله الله سبحانه وتعالى يعني بدين الحياة، أن الحب هو يعني كما نقول احنا جعله الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. كثير من المتزوجين يعني يعتبرون أن الزواج هو نهاية مشوار الحب، يعني كثير من المتزوجين ينظرون بأن هذا الزواج هو نهاية الحب، ولكن هو عكس ذلك، وإنما الحب يبدأ من زواجك. فيها كما نقول احنا الحب هذا يأتي من علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر يتيمة قد خطبها رجل ميسر ورجل معدم، فنحن نحب الميسر وهي تحب المعدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى للمحتاجين غير النكاح. يعني أن النكاح، وهذا الحديث في صحيح ابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح على شرط مسلم. وقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نرى للمحتاجين غير النكاح، يعني كلهم ينكحون، يعني ما دام هي تحب الرجل فتأخذ الذي تحب. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما رجعت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت إنما أعني من الرجال، قال أبوها.
وقالت عائشة رضي الله عنها أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت وهو مضطجع أي في مرطي فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنتي أو الأحاسة، تقصد عائشة يعني رضي الله عنها، وأنا ساكتة. قالت عائشة وأنا ساكتة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألست تحبين ما أحب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ يعني قالت بلى يا رسول الله، يعني قالت بها فاطمة نعم أحب ما تحب. قال فأحب هذه، والحديث رواه مسلم النسائي. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بدل تحبني حبي عائشة رضي الله عنها. وكذلك في حديث أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أرى يعمل فكلمة منيرة بك منيرة يا رب ما تأخذنيش بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك في المنام، أرأيتك يعني في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يكن هذا من عند الله يرضيه. يعني هذا قبل الزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وقال الزهري يعني الإمام الزهري رضي الله عنه رحمه الله يقول أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. أول حب كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حب في الإسلام وهو كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسروق يسمي عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس العيب في الحب، وكما قلنا أن الحب ليس جسديا فقط وإنما يدخل فيه الجسد وكذلك تدخل فيه الأخلاق والميزات الحسنة التي تكون في هذه المرأة الذي أنت تحبها من أجل هذه الخصال التي هي فيها. وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فانظر إليها فإن في آل الأنصار شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يتزوج بها. كما كانوا الناس بكري يتزوجوا بدون ينظرون إلى المرأة فيراها إلا يوم الدخل. فهذا أمر يعني كما نقولوا ليس شرعا وليس إسلاما، ليس في الإسلام شيء، وإنما إذا أردت الزواج فيجب عليك أن ترى هذه المرأة يعني تشوفها أنت وتشوفك، تنظر إليها وتنظر إليك. وأما الذين يعني هنا في عصر هذا أصبحت مجالدات، هناك من لا ينظر أبدا يعني قديم، والآن في عصر هذا ينظر ويخلط عندما يخطبها ينظر ويجلس معها ويخلط بها إلى غير ذلك من المحرمات، وهذا كله ليس في الإسلام شيء. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. يعني هذا الحديث كذلك رواه أبو داود هذا وأحمد بن ماجه. هذا الحديث يدل أو قول أبي هريرة رضي الله عنه يقول يدل إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فلينظر. إذا استطاع باش يشوف لها شعرها باش يشوف لها الجسد بتاعها يشوفه بدون إحراج. يعني إذا استطاع باش يشوف لأنه نكاح بقصد النكاح. وفي الصحيح كان مغيث يمضي خلف زوجته بريرة بعد فراقها له. يعني هذه بريرة طلقها مغيث، طلقها
يبني خلف زوجته، وقد صارت أجنبية عنه، أصبحت يعني مطلقة أجنبية عنه، ولكن كانت دموعه تسير على خديه، كانت الدموع نتاعو تسير، علاش؟ باش يولي ليها، يعني كان فراقها، يعني أنه كان يبكي من أجل الفراق نتاعها، هذا صحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ شوف أن مغيث كان يحب بريرة، وبريرة كان تبغض مغيث. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة كنت ربيه، فقالت تأمرني؟ قالت يا رسول الله تأمرني بشمالي؟ فقال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. شوف صحابيات قالت له كنت تأمرني يا رسول الله وأنا مكرهة، يعني مش بقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالرجوع إليه، وإنما أراد أن يكون الحب متبادل، أن يكون هو تحبه وهو يحبه. فتكون تولي وهو ما تحبوش استنى تولي ضرر على نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردك وقال إنما أنا شافع، حبيت لاقبينكم برك، حبيت نشفع عليه برك ونلاقي بيناتكم، أما باش نعمك ما نعمركش. فقالت بريرة أنا لا حاجة لي فيه. وهذا الحديث رواه البخاري وهو صحيح، الحديث لا شك به يعني. مش يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه يقول تعليقا على هذا الحديث البخاري، يقول فيه إن فرط الحب يذهب الحياء، لما ذكر من حال مغيث وغلبته الوجد حتى لم يستطع كتمان حبها، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول العذر من كان في مثل حاله. الإنسان إذا كان يعني يحب وحده ولا وحده تحب واحد، يعني هو معذور على كل حال، لكن من يتجاوز الشرع، يتجاوز الشرع، يحاول يتزوجها، يحاول يدير الطرق الشرعية، وكذلك تحاولوا تتزوجوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعتدي على الشرع ويخالف الشرع فهذا الذي لا يقبله الإسلام. ولها قال يقصد العلماء فيخبرون أن الحب يذهب الحياء، وإنه يؤذى من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه. أن الحب يعني من كثرة الحب أنا يذهب الحياء، ما يعودش مستحي. شوفوا ما يستحيش كما نقول، ما يحشمش أنه من كثرة الحب هذا، وهذا معلوم إن كان في قلبه، لأنه ليس لا يملك هذا الشيء، فإنه من يعني ما يمحوش. ولكن كما قلنا سابقا أنه لا يتعدى شريعة الله. إن كان هناك بإمكان باش يتزوج يتزوج، وإن لم يكن فلا يعني يكلف الله نفسا يرجع. ما تكلفش نفسك باش هي ما تحبكش وانت تحبها، ولا بخلاف هي تحبك وانت ما تحبها، وهي يعني انت يحبك انت تحب الرجل وصاحبه ما يحبكش. لازم يكون الحب متبادل باش ينجح الزواج هذا يكون سعيد، لازم يجب ان يكون الحب متبادل. فقلنا يعني على الشباب انه يتزوج على حب متبادل، أن الإنسان الشباب هذه يتزوجوا من بينهم على حب متبادل. ونستنتج من هذه الأحاديث التي ذكرناها أن الحب شيء لا يملك، وإنما هو أمر بيد الله. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يحاسبنا الله على أمر يملكه هو ولا نملكه نحن؟ يعني هذا حب بيد الله سبحانه وتعالى لا نملكه نحن. وحديث مغيث وبريرة هذا يعني كما نقول احنا فيه امور كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تعاطف مع المحب ولم ينهي عن حبه. ما قالوش هذاك مغيث، ما قالوش ما تحبش، ما قالوش ما تحبش بريرة وكما نقول احنا خشى معاه النبي صلى الله عليه وسلم وزير عليه، لا، سكت.
سكت النبي صلى الله عليه وسلم على وأعدله في حبه إليها. وكذلك الرسول بلغ تعاطفه مع المحب، أن تشفع له بنفسه عند من يحب، وهذا أمر تفقد دونه الجبال. يعني لما بديت قال شفت مرأة ورجل افترقا، يعني طلق الرجل الزوجة، وكل شفت من كانوا يحبوا بعضها، وذلك تردد من بعضها. ما تجيش تقول لا وهذا طلقها وخلاص ما عدناش تولوا واحنا ما عدناش هذا الرجوع وما طيحش فيه، هذا كلام خاطئ أيها الأخوة الكرام. فالإنسان يحثنا على أن نشفع كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم بين بريء وبريء، لكن إذا كان هو لا يحبها أو هي لا تحبه فهذا الذي لا تفعله، يعني أن لا يكون بالحب. أما إذا لم يكون يحب بعضهما فهذا غير معقول. يعني ما بدك تشفع فقط أما باش تأمر المرأة البنت تتزوج تولي الرجل يعني غصبا عنها وتتزوج راجل بنفسها ما تحبوش، ولا الخلاف أن الرجل ما يحبش مرأة ويتزوج المرأة ما يحبهاش، فهذا ليس من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نشوف بعد ما حتى رفضته بريرة ممن النبي صلى الله عليه وسلم يموت عن حبها، أي إنه لم يحرم حبه لها. وكيف يحرم هذا الأمر وهو يقول عنه إنه لا يموت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمش ما قالش المريض حرام عليك باش تحب بريئة بعد ما ولدتش. الحب يبقى في قلبه لكن لا يتعدى، ما يروحش المحرمات. هناك يعني مرأة أو رجل شاب أو شابة، يعني من أول وحدة تشوف الرجل أو تشوف الشاب أو هو يشوفه تجده أنه يحبها من أول وحدة، يعني وين يشوفها فقط أول وحدة يشوفها. ولذلك قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقلنا هذا الحب يعني ليس مقصور على يعني كما نقول الحب هذا ليس مقصور كما نقول احنا اذا لم يكن هذا الحب لا يستمر الزواج، لا، لكن الحب هذا ياتي تدريجيا. المرأة يعني الرجل يحب في المرأة خصال والمرأة تحب في الرجل خصال، فبالتعارف وبالمواساة وبالاحترام بعضهم للبعض وعدم تجاوز حق الآخر على الآخر وكل واحد يقوم بواجباته، فالحب هنا يزداد يعني كما نقول يزداد شيء عظيم، يولي عنده الحب كبير جدا جدا. وكما قلنا أن النكاح هذا له شروط. الإنسان أنه إذا يعني كما نقول هو مانع يعني النكاح هذا، هو النكاح يكون بمعنى عقد التزويج، والنكاح بمعنى عقد التزويج، ويكون بمعنى وطء الزوجة، يعني الوطء النكاح وكذلك وطء الزوجة، يعني هذا الوطء. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلانة أرادوا به عقد التزويج، يعني النكاح هو الزواج. ومعنى النكاح في الشريعة في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة ومجتمع ثاني. يعني كما نقول احنا النكاح في الشريعة أو في الشرع هو نكاح الاستمتاع المرأة بالرجل، استمتاع رجل وامرأة ببعضهم البعض كل منهما بالآخر، وكذلك تكوين أسرة صالحة ومجتمع
هذا هو معنى النكاح. والنكاح له حكم عظيمة. من جملة الحكم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك من حكم النكاح أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: جعل منه أزواجا وذرية. يعني الأزواج تنطلق منهم ذرية، يعني تبقى الذرية مستمرة بهذا الزواج السليم حتى تبقى السلالة يعني أو النسل يبقى طيبا وليس فيه يعني خليط من كما نقول احنا يبقى الأنساب منظم، يعني منظم النسب يكون منظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي لم يتزوج ولا يريد الزواج فهذا كذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال العلماء إن التزويج مع الشهوة أفضل، يعني التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، لأن الإنسان إذا كانت عنده شهوة فلا عليه إلا أن يتزوج أفضل من أن يبقى يتنفل ويتعبد في العبادة وهو عنده الرغبة في الشهوة. لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والآثار الحميدة التي كما نقول احنا الآثار تاع الزواج هذه يعني فيه حكم عظيمة. من جملة الحكم أنه يجعل أسرة ويصبح له أولاد ويكون أسرة ومجتمع سليما. والنكاح يكون واجبا في بعض الأحيان، ويكون هذا الذي يخاف على نفسه من المحرم فهذا واجب عليه لكي يعف نفسه ويقفها عن الحرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشان الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. يعني هذا الزواج هذا هناك من يجب عليه الزواج وهناك من يكره في حقه وهناك من يحرم عليه وهناك من يستحب في حقه، وكل حالة على حسب الشخص. ومن حسن تنظيم الإسلام يعني ودقته في شرع الأحكام أن جعل للعقود شروطا، يعني جعل لها شروط. فكل عقد من العقود إن له شرط لا يتم إلا بها، وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة الإسلامية. يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل النكاح جعل له شروط. وأي عقد في الإسلام، أي عقد في الشراء، أي عقد إن الشريعة الإسلامية جعلت له شروط حتى يكون مبني على أساس. أول هذه الشروط أنه يجب أن تكون المرأة راضية والرجل راضي. هذا الزواج لا يتم إلا برضا الطرفين. أما إذا لم يكن أحد الطرفين راضي فهذا الزواج ناقص. يعني هذه من الشروط التي أمرنا الإسلام بها هي رضا الزوجين. فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. ولذلك قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله كيف إنها؟ قال: أن تسكت. يعني كذلك هذا دليل على أن الزواج لا يكون إلا برضا الطرفين. يا راجل